السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى نبينا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. كي دايرين الحباب؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية وتكونوا على خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ أسماء للمبتدئات اللي كتقدم لكم دائما وصفات في المتناول واقتصادية. اليوم غنقدم لكم في الفيديو ديال اليوم وصفة ديال طريقة تحضير ديال العجين المورق، كيفاش غنصاوبوا العجين المورق بأدق التفاصيل، وكيفاش غنحضروا منه جوج ديال الاشكال، الشكل الحلو والشكل المالح معمر بالجبن اللي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مورقين. وانا متاكده ان شاء الله ملي غتجربوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم اكثر من الجاهزين اللي في الزنقه. شوفوا معايا التوراق ديال هاد لي باغيت اللي بالسكر، كيجيو مورقين ومقرمشين. وبالنسبه للعجين كيوجد معكم بواحد السرعه تقريبا في ربع ساعه او ثلث ساعه، حيت كنستخدموا واحد التكنيك اللي هي سهله وفي نفس الوقت كتعطيكم التوراق. اما بالنسبه للشكل المالح اللي عمرته بالجبن وزينته بالبوافو، حتى هو راه كيعطي واحد التوريقه اللي جد رائعه. كما ان الحشوه اختياريه، بامكانكم تعمروها باي حشوه بغيتو، ماشي بالضروره الجبن. انا فضلت انني نعمرهم بالجبن حيت كيعجبوني، وانتم كيبقى لكم الاختيار في الحشوات المفضله عندكم، كتستعملوا اي حشوه بغيتو. يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كنحتاجو في المقادير ديالنا 600 غرام ديال الدقيق الفورس الرطب من بعد ما كنكونوا غربلناه، وكنحتاجو واحد فانيلا وواحد خماره بوزن 8 غرام، وكنحتاجو الزبده ديال مارغرين بوزن 250 غرام، وكنحتاجو نصف كأس ديال زيت المائدة وبيضة بحرارة المطبخ وقبصة ديال الملح. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في العجين ديالنا، وتقريبا واحد كأس وربع كأس ديال الماء من الصنبور، بارد من الصنبور ما يكونش دافي. كناخدو الدقيق ديالنا وكنضيفو عليه مباشرة الخمارة والفانيلا، وكنضيفو عليه داك نصف كأس ديال زيت المائدة بلا ما نبسبسو الخليط بلا والو، مباشرة غنضيفو عليه بيضة بحرارة المطبخ صافي، وقبصة ديال الملح ما تنساوهاش. وكنبداو نجمعو العجين ديالنا. العجين بغيناها تكون متماسكة، ما تكونش طرية بزاف. صافي هنا غنبدا نصب الماء وغنبدا نجمع العجين ديالي بشويه بشويه كما سبق لي وقلت لكم. تقريبا الماء كنحتاج في هاد الخليط هذا تقريبا كأس ديال العنبة وربع كأس بالنسبة للناس اللي كيبغيو القياس بالضبط، وكيبقى على حسب الدقيق. يمكن لكم تستخدموا حتى الكأس ونص تقريبا. صافي هنايا انا جمعت العجين ديالي، جمعتها متماسكه وغنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح غير واحد 5 ديال الدقائق. وغندوز باش نطلق الزبده، نوريكم الطريقه كيفاش غنطلقها. بغيت نشارك معكم ادق التفاصيل باش تفهموا لي ديتاي كاملين. صافي هنايا خديت بلاستيكه وضفت فيها داك الزبده مارغرين على هذا الشكل هذا، وليت درت عليها بلاستيكه من الفوق نفسها، وبديت كنطلق بالدلاك على هذا الشكل هذا، وكنحاولوا نقادوا داك الزبده ديالنا على شكل مربع اولا مستطيل، ما نخليوهاش مخصره من الجناب. صافي كنبدا نقاد ليها الجوانب هكا، وفي نفس الوقت كنطلق بالدلاك باش ما تجيناش جهه فيها طالعه وجهه هابطه ديال الزبده، ضروري تكون متساويه. غنحاول عاوتاني نقاد ليها الجناب الاخرين كما قلت لكم على شكل مربع اولا مستطيل، المهم انها تكون مقاده. وتا البلاستيك كيساعدنا ما كتلصقش لينا الزبده نهائيا. صافي على هذا الشكل هذا غنحاول انني نقاد شويه بالدلاك باش تجيني متساويه على هذا الشكل هذا، ومباشره غتكون ارتاحت ليا العجين واحد شويه. غناخذوا العجين وغنوريكم كيفاش ندخلو فيها الزبده من بعد ما كنمسح سطح العمل ضروري، وكنرش شويه ديال الدقيق من الفوق. صافي كنحاول نبسط العجين ديالي حتى هي على شكل مربع اولا مستطيل كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. صافي من بعد ما غنطلق العجين على هذا الشكل، غناخذ ديك الزبده
اللي قاديت معاكم على شكل مربع حتى هي، وغنديرها في وسط العجين على هاد الشكل. صافي غنحط ديك الزبدة وغنحاول ندير لها على شكل رغيفة. العجين غنحاول نغطي العجين على ديك الزبدة على شكل رغيفة بحال هكا، باش ما تبقاش باينة ديك الزبدة معانا تماما، بحال هكا. ومباشرة كنبدا نطلقها وكندير ليها الطية الأولى. نخدمها 3 ديال المرات بركة. 3 ديال المرات كافيين باش يعطيونا التوراق المطلوب اللي حنا باغيين. صافي هنايا غنطلقها، غندير لها التوريقة الأولى على هاد الشكل هذا مباشرة من بعد ما ضفت الزبدة، ما غنخليها لا ترتاح لا والو. كنبدا هنايا كنقلل رشان ديال الدقيق، ما كنرش الدقيق بزاف، حيت لا رشينا الدقيق بزاف ما غيعطيناش التوراق المطلوب. كنحاول اني نرش رشه خفيفه غير باش ما تلتصقش معانا، وكنطويها على هاد الشكل. هذه هي التوريقه الاولى، راني علمتها معاكم. هذه التوريقه الاولى، بقى لنا الثانيه والثالثه. غنديرها في بلاستيكه وغنخليها ترتاح واحد 5 دقائق، وغنوليو نرجعوا ليها عاوتاني. من بعد ما ارتاحت معنا العجينه واحد 5 دقائق، كنعاود نرش رشه خفيفه من الدقيق، وكنحاول انني نطلقها على هذا الشكل هذا بالطول وبالعرض حتى كنطلقوها بشكل متساوي. كنبسطوها مزيان على هذا الشكل هذا باستعانه بالدلاك. صافي من بعد ما غنطلقها القياس المطلوب اللي غنحتاج، غنطلقها مزيان، حيت هذه هي الطية المهمة، هي الطية الثانية. تقريبا واخا طية وحدة تقريبا بحال فيها 2 طيات اولا 3، حيت غنقطعها. هنا غنوريكم الطريقة كيفاش كنخدمها. هذه هي لا تكنيك اللي كندير العجين المورق باش كيعطيني داك التوراق المطلوب بدون مجهود وبدون اي تماره. كناخد انايا ديك القطعه الاولى وكنزيدها على القطعه الثانيه اللي في الجنب، عاد كنزيدها على القطعه الثالثه اللي في الوسط. هاد الطيات هادو كيساعدوكم بزاف وكيعطيوكم التوراق المطلوب اللي كتبغيو. صافي هنايا من بعد ما كنلوي هاد العجينه ديالنا، هاد الطيه الثانيه غتبقى لنا الثالثه. ضروري في هاد المرحله غنخليوها 10 دقائق باش ترتاح لينا مزيان. من بعد ما كترتاح لينا 10 دقائق على هاد الشكل هذا، غناخدوها وغنخدموها التوريقه الثالثه مباشره. غنشكلوها من بعد ما غنورقوها التوريقه الثالثه مباشره، غنشكلوها الاشكال اللي بغينا. صافي كناخدو العجين ديالنا، كنبدا نضربها بالدلاك على هذا الشكل هذا، حيت كتكون العجين عاليه معنا شويه. كنحاول نضربها بالدلاك باش تساعدني انني نطلقها، وكنبدا نطلقها باش نورقها التوريقه الثالثه، وهذيك هي التوريقه الكافيه والاخيره. صافي هذه هي التوريقه الثالثه اللي غنحتاجو، كنديرها على هذا الشكل هذا. هنا سالينا التوراق ديال العجين ديالنا في واحد الوقت اللي هو وجيز وبدون مجهود. هنا غنقطعها معاكم وغنوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، والتوراق تيكون باين وواضح. هانتوما شوفوا التوراق ديالها كيفاش باين. كنتمنى انه يكون بان لكم، حيت التصوير عندي شويه ضعيف. كنتمنى تقبلوا على التصوير ديالي. كنتمنى انه يكون بان لكم التوراق ديالها بالضبط. صافي هنا من بعد ما قسمناها على 2، نصف غنديرو حلو ونصف غنديرو بالحشوه ديال الجبن كيف ما سبق لي قلت لكم. وبامكانكم ديروا نتوما الاشكال اللي بغيتو وتعمروها بالحشوات اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. انا فضلت انني ندير نص على شكل لي باغيت اللي بالسكر، حيت كيبغيوهم الوليدات، والنص الاخر غنديرو بالجبن على شكل مثلثات. بامكانكم ديروهم على شكل لي شونسون دائريين اولا مربعين، كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا من بعد ما سرحت النصف ديال العجين الاول، سرحته مزيان وحيدت له داك الجوانب باش يبين معنا التوراق كيف ما بان لكم في الصوره، وقطعته على شكل مربعات. وخديت بيضه غندير ليها واحد القطرات من صوص صوجا وغنطربها مزيان. هذه هي باش غندهن الجوانب، باش غنبغي نسد لي شونسون ديال الجبن، وباش غندهنها من الفوق باش كتعطينا داك تحميره زوينه من الفوق. صافي انا خديت هنايا الجبن كلشي كيعرفو، وبديت كندير تقريبا كل ملعقه صغيره في مربع واحد
على هاد الشكل هذا كيف ما تلاحظوا. حتى غنكمل الكمية كاملة، وغناخد داك البيضة مع صوص الصوجا، نحاول ندهن الجوانب على هاد الشكل هذا باش يتغلقوا معايا داك لي شوصون، حيت غنديرهم على شكل مثلثات. صافي غنستمر على هاد الكيفية هادي حتى غنكمل سدان ديال المثلثات ديال الجبن ديالي، وغنستفهم في لاطة اللي كتكون مفرشين فيها ورق الطبخ. صافي من بعد ما ساليت الكمية ديال لي شونصون د الجبن، غنبقى ندهنهم بداك البيضانيت اللي درنا مع صوص الصوجا، غندهنوها من الفوق باش كيعطينا واحد الحميرار زوين من الفوق، واحد التحميرة. وغنديرو بوافو أولا زرارع أولا كيبقى لكم الاختيار، أولا زنجلان أولا اللي بغيتو، وكنكونوا مسخنين الفران وكندخلوهم يطيبوا. أنا عندي فران ديال الغاز، حاولت أنني ندير له واحد طنجرة اللي هي صغيرة، ودرت فيها الماء مغلي وخليتها في الفران حتى طلقت ليا داك البخار، عاد باش دخلت لي شوصون باش يعطيوني داك التوراق. أما بالنسبة للناس اللي عندهم فران د الغاز ما يحتاجوش يديروا هاد العملية هادي. صافي خديت العجين، نصف العجين المتبقي، وطلقته بسكر سنيدة ماشي بالدقيق. كنرش سكر سنيدة وكنطلق به العجين ديالي، وحاولت نقطعو على شكل أشرطة، وكل شريط كنقطعو من الوسط كيف ما كتلاحظوا معايا في الصورة. أنا حاولت نصور معاكم جميع التفاصيل، كل شريط كنقسمو من الوسط على هاد الشكل هذا، وكنحاول بحال نضفرو على هاد الطريقة هادي. نحاول نخدم معاكم وحيدة أولا جوج باش تفهموا معايا بالضبط. كل شريط كنقسموه على جوج، وكنبدا نضفرو على هاد الطريقة هادي، وكنبدا نحطو مباشرة في اللاطة اللي كتكون مفرشة فيها ورق الطبخ. صافي غنعاود معاكم الثانية باش تفهموا مزيان. عرفتي راه كيجيو رائعين، حسن من الجاهزين بزاف، غير جربوهم ان شاء الله وردوا عليا الخبار. صافي هنايا راني دخلت داك لي شوصون الاولين يطيبوا، غيكونوا قربوا يطيبوا، وغندخلوا ليهم هاد لي باغيط هادو حتى يتحمروا تماما ويتقرمشوا معانا. وغنخرجوا داك لي شوصون بعد ما طابوا، راه كيجيو على هاد الشكل هذا. ها نتوما لاحظوا التوريق كيفاش جاي، توريق ناجح 100%، وكيجيو داك لي شوصون مقرمشين روعة، حسن من ديال الزنقة. أنا شخصيا كنحماق عليهم، وكنتمنى يوليو معتمدين عندكم في المنزل ديالكم بهاد الطريقة ديال العجين المورق، وتستخدموها في جميع الاستعمالات، وفي رمضان إن شاء الله. من بعد ما غيتحمروا معنا حتى هما لي باغيط، غنخرجوهم وغنقدموهم معاكم، وغنوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. وبالنسبة للكمية كيعطيوكم كمية كتيرة بالنسبة لنصف العجين ديال هاد لي شونصون مالحين. شو شحال عطاوني تقريبا كمية وفيرة، وعاد لي باغيت حتى همايا عطاوني هاد الكمية هادي، يعني كيعطيونا كمية لا بأس بها. هادو هما الشكيلات ديال لي شوصون ديال لي باغيت الحلوين، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو رائعين، وتقدموهم في المائدة ديالكم بكل افتخار. وكاين الناس اللي كيبغيو يخدموا العجين المورق ويحتفظوا به حتى الوقت اللي يبغيو يستخدموه عاد كيجبدوه. هذا ممكن، كتستخدمي العجين المورق ديالك بهاد الطريقة هذا، وكتحتفظي بها بلاستيكة، وكتحتفظي بها في المجمد الوقت اللي بغيتي. كتجبديها قبل، مثلا انا غنستخدمها في العشيه، ضروري ما تجبديها في الصباح بكري باش العجينه كتطلق معاك ما كتبقاش جامده، وكتستخدميها بكل راحه وكتنجح معاك 100%. هادو هما الوصفات ديال اليوم، بغيت نشاركهم معكم، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للناس اللي اول مره غيشاهدوا قناتي، يفعلوا الجرس، يضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلهم كل ما هو جديد. واللي عندها أي تساؤل تخليها لي في التعاليق. إلى وصفات أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.